السلام عليكم حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. اليوم غادي نشارك معكم روتين كله طاقة إيجابية، يعني من الصباح حتى العشية. مهم نخليكم مع الفيديو بلا ما نطول عليكم. كنتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم، ومرحبا بكم ألف مرحبا في قناتي وقناتكم مطبخ أحلام الحسن. أول حاجة بديت بها من بعد ما ديت بنتي المدرسة هي العجينة ديال الخبز. مهم أني مثلا أنا نعطيكم القياسات تقديرية وانتم يعني كل وحدة وطريقة العجينة ديالها. مثلا إلا درت 2 جبانيات ديال الفرص كندير جبانية ديال القمح، وكندير خمارة فورية والما دافي باش المهم البنات بالنسبة للعجين أنا مكنديرش السكر. مهم حتى جمعت العجينة ديالي، المهم أنا كنخليها شوية قاصحة، ومن بعد كنبدا نضيف الماء بشوية بشوية وكندلكها. المهم هنايا ضفت الملح باش تفاعل ليا الخميره، ما كنديرش معاها السكر، ما كنديرش معاها الملح، كنديرها بوحدها. ومن بعد هنايا كنبدا كيف ما كتعرفوا هاد الطريقه اللي تعلمناها مع والدينا، انني كنديروا العجينه بهاد الطريقه حتى كتولي كطرطق. ما حيت نتيا كتعجني فيها وانت كتضيفي الماء تدريجيا بشويه بشويه حتى كترخف لك العجينه ديالك. المهم انايا كندلكها مزيان، كندلكها اكثر من انا كنعطيها الماء. المهم هنايا من بعد هذا هو القوام ديال العجينه ديالي من بعد ما عجنتها. من بعد مشيت فطرت، ودابا جيت باش ندير الغدا. المهم بالنسبه للغدا درت هنايا بصله ودرت الثومه، وغنخليها حتى تهبط. ما غنديرش الملح نهائيا، غادي ندير الدجاج بالفريت. المهم كيف ما لاحظتوا في الفيديو السابق انا كنغسل الدجاج بلا ملحه، وكن ملي كنبغي نطيبو ما كنديرش فيه الملح، كنفضل ندير شويه ديال السمن وما كنديرش فيه الملح. المهم هنايا درت القزبر والمعدنوس وغادي نحاول نخليه يتشحر مزيان. هنايا درت الزعفران شعره، غادي نحكو ما بين يديا. كان عليا نديرو في الماء، ولكن مع الغفله وبالزربه ما درتوش في الماء. كان عليا نديرو بالماء في الماء ونروي به ساعه. راكم عارفين مع الضغط ديال التصوير كنحاول نشارك معكم نهاري كيف ما دوزتو. المهم درت الخرقوم سكيج شويه الملحه وزعفران شعره. وهنايا غادي ندير شويه ديال المروزيه، وغادي ندير السمن كيف ما قلت لكم ما كنديرش الملح. المهم هنايا من بعد ما تشحر ليا الدجاج ديالي مزيان غادي نروي عليه القياس اللي غادي نطيب فيه. المهم انا عندي الدجاج بلدي كيبغي شويه الطياب وكيبغي الكوكوط، يعني خاصك تسد عليه في الكوكوط باش يطيب لك على خاطرو. هنايا من بعد هنايا انا بديت كنقرص في الخبز ديالي، يعني كنقرصو مباشره كنديه الفران. بعض المرات كنخليه حتى كيطلع، بعض المرات كنديه الفران ديال الزنقه بلا ما كنخليه يطلع. هنايا من بعد ما من بعد ما كرست الخبز، هنايا غادي نغسل البلاصه اللي كرست فيها الخبز ووصلت للمعان. المهم ما شاركتش معكم اليوم المعان. هنايا درت الشبكه والاوني وجافيل، حيت كما كتعرفوا راني عجنت كملت العجينه فوق من لافابو بوطاجي عفوا. خاصني نهردو مزيان باش ما يبقاش فيه العجينه وما يبقاش فيه الاثار ديال العجينه وداكشي. هنايا عندي واحد المنظمات اقتصاديين ديال ولاد الشعب. المهم هنايا من بعد ما كنشريو العسل كيخرج دوك القراعي ديال العسل كنعاود نستعملهم. كندير فيهم يا اما بلبوله يا اما روز يا اما كسكسو يا اما الشعريه. المهم هادو منظمات اقتصاديين. المهم هاد القريعات ديال الزاج. المهم بالبولة غادي نشاركها معكم في فيديو اخر ان شاء الله. بكثرة ما كيعجبني البلبولة ديال الصيكوك يعني ملي كيبدا يسخن الحال ديال الاكله المفضله عندي. كنفور البلبولة 2 تفويرات وكنخليها حتى تبرد، وكندير عليها شويه ديال الملحه وكندير عليه اللبن وصافي وصيكوك ها هو واجد. المهم غادي نشارك معكم هاد الوصفه في فيديو ان شاء الله، في فيديو مقبل ان شاء الله بطبيعه الحال. المهم هنايا عندي الرز. هانتوما البنات هنايا راه كنتسابق مع الوقت باش نسجل لكم، ولكن راه سبحان الله راه الوقت ما بقاتش فيه البركه ولا دغيا كيدوز. المهم كنتمنى هاد الفيديو ينال اعجابكم. هنايا من بعد ما
عصرت عصير الليمون. المهم باش ما يجيكمش فيديو طويل غادي نضيف عليه مونغ. المهم في الوقت اللي جاب لي حسن الليمون كان مازال مسخون، مازال ما باردش مزيان. غادي نعصرو هنايا وغادي نزيد عليه ماء بارد قياس كاس. المهم غير باش يبرد لي العصير ونحطو في الغدا. المهم والسكر على حسب ذوق كل واحد. كيف ما كتلاحظوا هنايا راني زدت شويه ديال الماء باش نحط العصير بارد كيف ما قلت لكم. المهم من بعد غادي نوجد الفريت من بعد ما قطعتها. المهم هنايا غادي ندير معاه شويه ديال الماء وشويه ديال الملح وغادي نديرها طيب واحد نص طيب حتى كطلع فيها الغليه بحال هكا. من بعد كنصفيها وكنديرها تقلى. وهنايا بالنسبه للمرقه ديالي ديال الدجاج ضفت عليها الزيتون والحامض مصير حتى كنقرب نطفي عليها باش داك الحامض ما يطلقش ليا الملوحه ديالو. وهنايا هي الفريت كتقلى. المهم هذا هو الغديوه ديالي، كنتمنى نال اعجابكم. اكله صيفيه. بنتي النهار الكبير فاش كندير ليها الفريت هذاك هو النهار اللي عندها ما بحالو ايام. المهم كنتمنى هاد الغديوه تنال اعجابكم. المهم من بعد ما ما وجد الغدا جاب لي حسن الخبز وهو هذا جابوا لي من الفران. المهم كيف ما كتشوفوا واخا ما كنديرش فيه السكر كيجي محمر. الشكل ديالو كيفاش كيجي. المهم البنات انايا غنخلي الخبز حتى يبرد وغادي نديرو في المجمد. المهم انا وليت كنقطعو على جوج مؤخرا حيت انا حيدت الخبز، يعني الخبز غير بالنسبه لبنتي والحسن. وهنايا من بعد ما ديت بنتي المدرسه جيت عاوتاني غير الشقه والعيا وفوينه وتماره. يعني هنايا العيال صراحه ما كنهداوش، يعني ملي كتبان لك حاجه خصك ديري حاجه واحده اخرى، تسالي حاجه ديري حاجه واحده اخرى. المهم مباشره كيف ما كتلاحظوا راه مازال لابسه جلابيتي طلعت نشرت الحوايج، يعني حيدت حوايج ودرت حوايج واحده اخرين وعاوتاني درت ماكينه واحده اخرى كتصبن. يعني جوج ماكينات اللي نشرت هذا النهار. يعني انا من النوع اللي ساكن في السطح هبط الحوايج مطلع الحوايج مهبط الحوايج مطلع الحوايج. الله يعطينا الصبر وصافي هذا ما كان. البنات اللي عجبكم فيديو وصلتوا حتى لهنا ما تنسونيش باش تعليق محفز وشي بصمه زوينه من اجل الاستمراريه والعطاء اكثر. هنايا عندي واحد الطابيات قدام الباب وواحده قدام الحمام. هنايا غادي نرطبهم بالماء وغادي ندير لهم الصابون ديال الصرافي وشويه ديال جافيل وحك يا ما تحك. غادي نصبنهم وغادي نخليهم غادي نحكهم وغادي نشللهم ونخليهم ينشفوا. وهذا هو الروتين ديال اليوم. كنتمنى ينال اعجابكم. ما تبخلوش عليا بشي بصمه زوينه وشي تعليق محفز من اجل الاستمراريه والعطاء اكثر. مرحبا بكم، الف مرحبا في قناتي وقناتكم مطبخ احلام الحسن.
هذا هو الروتين ديال اليوم احباباتي، كنتمنى ينال اعجابكم. مرحبا بكم والف مرحبا في قناتي، قناتكم مطبخ احلام الحسن، والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.